الأول يجب أن يعري الطرف الثاني حتى يعلم العالم من يحاور. فيتنام انتصرت في الحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية وكانت خصما لها، ومع ذلك جلست فيتنام الولايات المتحدة الأمريكية رغم كل العداء. عندما يقرر المجتمع الدولي هناك حلا سياسيا في سوريا على قاعدة أن السوريين فقط هم الذين يتحاورون ويكون الحوار يمكن أن يبنى عليه، وبالتالي أعتقد السيد الوليد معلم وصف المعارضة السورية على حقيقتها ثم نحن جئنا لنتحاور، ولكن أسس التحاور تفهم المعارضة لها مدلولاتها ولها طرق، وبالتالي السيد وليد معلم شرح معاناة الشعب السوري، شرح الإرهاب الذي يمارس على الشعب السوري، شرح الدول ومنها تركيا التي يتحدث الآن وزير خارجيتها، الشورى السعودي والدول الخليجي، وبالتالي كان واضحا أن سوريا سوف تكافح الإرهاب والإرهاب أينما كان، ولكنها في اليد الأخرى يمكن أن تنأجل المجال السياسي والعمل السياسي. ولكن حتى بنك شريف شحادة تضايق من كلمات من مضمون، ويعني عبر عن ذلك، قال كنت أتمنى أن ألا تخرقوا الجو الذي طلبت منكم، وهذا ما حصل. بمعنى أن بنك كان خائف من مضمون كلمة المعلم وخائف يعني بالتالي على مسار الحل التفاوضي. لا، لم تكن كلمة المعلم قاسية على الإطلاق، كان يوصف التي نعيشها في سوريا. أليس هناك إرهاب؟ هناك دول داعمة للإرهاب؟ أنا لا أصف شيئا لك، عفوا نعم. يعني لا ترد علي أنا سيد شريف شحادة، أنا قلت لك ما قاله بان كي مون بعد كلمة المعلم. هو قال كنت ألا تخرقوا الروح البناءة التي طلبتها منكم، وألا يوجه أي يعتبر استفزازي واتهامي. يا سيدتي الكريمة، توصيف الحالة معينة. يا سيدتي الكريمة، توصيف الحالة ليست استفزازا. عندما يصف السيد وليد معلم أن هناك إرهاب في سوريا، يا سيد شحادة، يا سيد شحادة، أنا أقول لك هكذا فهمها بان كي مون. هكذا يفهمها لا ترد علي أنا. نحن أصحاب. أقول لك إذا كان بان كي مون رد بهذه الطريقة، أقول لك هنالك من خاف على العملية التفاوضية بعد كلمة المعلم. قل لي أنت الآن، هل هذه الكلمة أيضا بروحيتها ستكون العملية التفاوضية أم سيكون كلام آخر وهذا فقط استعراض الآن لأن الكاميرا تنقل؟ الآن كل طرف يتحدث ما يشاء. عندما نذهب إلى عملية الحوار كلام يمكن أن يكون في مكان آخر. الآن توصيف الحالة حتى يعلم المجتمع السوري والمجتمع الدولي نعم. مع من نتحاور ويعلم ما هي المعارضة. أساسا فكرة المعارضة في هذا المؤتمر خطأ. هناك معارضة استبعدت، هناك المعارضة الداخلية في سوريا لم تحضر، هناك كثير من أطراف المعارضة، وأعتقد أن السيد لافروف تحدث عن ذلك عندما قال سوف نصحح الوضع فيما بعد. يقصد معارضة، هذه المعارضة لا تمثل كل السوريين، هناك داخلية، هناك أيضا معارضة خارجية، لكن هذه المعارضة الدول أرادت فرضها على المؤتمر وبتحت هذه اللحظة. لكن السيد لافروف أشار إلى ذلك عندما قال فنصحح الوضع فيما بعد. السيد وليد معلم شرح ما يمكن أن يكون في سوريا وما هو كائن، شرح الإرهاب، شرح أطفال، شرح قتل المدنيين، شرح كيف تقصف من قبل المجموعات الإرهابية، تحدث عن الإرهاب. طيب وبالتالي يجب ولا أن نقول إنها بادرة سوء، لا، هي بادرة عندما يكشف الحقائق، وعندما نذهب للحوار يكون كلاما آخر. ماذا تقول إن ما فعله المعلم حتى يقول المجتمع ما يعانونه وبأننا نواجه هؤلاء كإرهابيين، يعني يصف، لكن ما معنى أن يصف هذا الوضع وفي المقابل الآن يصفون الوضع أيضا كما يرونه هم، والكلام كله كان عليه سواء من فابيوس أو من هيك وحتى من أحمد سمى مثلا الطفلة هاجر الخطيب، يعني يقول قطع رؤوس، جربة سمى طفل، يعني واقع لم يتحدث بشكل عام كما تحدث المعلم. أيضا بالنسبة لبشار فابيوس مثلا قال هو يريدون انهم صادقون، بالكيماوي مثلا كذبوا، قالوا يكون لدينا كيماوي بعدها عقدوا صفقه، يعني كلام كله مردود. انا فقط اريد ان اعرف، قلت لي ممكن في جنيف لاحقا اي الكلام؟ ممكن، لكن انا اريد ان اوضح بعض العبارات التي لم تتوضح. ذكر السيد وليد المعلم المرتكبه على سبيل المثال في عدرا هي مجازر وليست بعيدة التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية وغيرها
الذين حرقوا الأطفال ضمن الأفران هذا إرهابا. أيضا الطفلة طيب لنتخطى هذه النقطة سيد. أنا قصدت بتسمية يعني واقعة معينة، يعني اسم يعني هاجر الخطيب وليس مجزرة بهكذا يعني بشكل بالاسم. أنا أقصد يعني ليس لهم لنقطة هذه المشكلة سيد شريف، لأنك لا طبعا قيمة إن كان من هذا الطرف أو من ذاك، لكن أنا أقول بشكل يعني بالشكل. نعم بالشكل. السيد وليد معلم يتحدث عن كل السوريين. الجربة عن حادثة، نحن نذكر 100 حادثة. الطفلة آلاء علقت قدمها في المزة 86 وغيرها من الأطفال أليسوا بشر؟ الأطفال الذين ذبحوا في عدرا، الأطفال الذين ذبحوا جازر الساحل السوري. لكن ذكر أيضا عنهم. طيب أنت يعني تخرج هنا عن سيد شريف. يا سيد شريف لا نخرج عن سياق الحديث عن جنيف 2. أتحدث لك عن وقائع ذكرها المعلم ووقائع أحمد الجربة. أحمد الجربة ذكر 11,000 قتيل قتلوا تحت التعذيب في السجون السورية، وتقرير موثق. يعني هنا سألتك عن ذلك لأنك قلت لي يريد المعلم أن يفهم ما يجري. قلت لك مردود عليه في الكلمات الأخرى. أن أفهم على أي أساس تقول لي ممكن يغير الكلام في الانطلاق التفاوض في جنيف بعد غد إن انطلقت؟ سيدتي الكريمة، ممكن أن نصل إلى حلول إذا كانت هذه المعارضة تريد مصلحة سوريا والمصلحة الوطنية. أما إذا كانت هذه المعارضة وبصريح وبالقلم العريض، إذا كانت هذه المعارضة أجندة لن ينجح الحوار. إذا كانت المعارضة مصلحة سوريا فأعتقد أننا نصل إلى متفق عليه. إذا كانوا ينفذون سياسات السعودية من الدول فأعتقد أنهم لن يصلوا إلى على الإطلاق. نحن ندرك أن هناك مشروع في الشرق الأوسط، وذلك أن من يتحدث فابيوس وغيره يريد تحقيق مصالحه وليس مصالح الشعب السوري. أنا أسأل الآن وفي ظل هذه الأحداث وفي ظل انعقاد مؤتمر جنيف، أين مصلحة الشعب الليبي فيما يحصل الآن في ليبيا؟ وأين مصلحة الشعب التونسي والمصري؟ كل ذلك تركوه والتفتوا الآن لتدمير سوريا. على كل حال كل ما يقال الآن يجب أن يرصد تحت عنوان واحد: مصلحة الشعب السوري. وكل الخطباء الذين ألقوا كلماتهم اليوم دعوا إلى حل سياسي عبر السوريين. إذا أرادوا ذلك فنصل إلى نتيجة، أما إذا أرادوا أن يكون الحل وفق أجندات سعودية وأمريكية وغيرها فأعتقد أن الحل بعيد المنال. لكن أيضا على نفس القاعدة سيد شريف، هل يمكن أن يكون الحل، يعني أنت تقول لا يجب أن يكون وفق أجندات، أيضا لا يجب أن يكون وفق التمسك بشخص فقط لشخصه؟ أولا الرئيس الأسد هو رئيس كل سوريا وهو المنتخب حتى انتهاء ولايته، وبالتالي قال الرئيس الأسد ذكر إذا كان هناك سأدخل في هذه الانتخابات. ولماذا هم يخافون الانتخابات؟ ليس مصري. لماذا يريد أن يفرض؟ لأن الموضوع مبرر على ذلك. سيد شريف سأعود إليك معي الآن الناطق الرسمي للائتلاف الوطني السوري